بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، فقال عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي. يعني كاين واحد الحركات هكذا في السنة لازم ننتبهوا لهم، لازم ننتبهوا لهم باش نفهموا بلي هذه السنة دي رحيمة واجتماعية وحياة عادية كنا كيما نعيشوا حنايا. عاش النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوش يوقفوا هكذا ويتكلموا بالبروتوكولات، كانوا بشر، واحد يمس واحد، واحد يقود واحد، أخذ بيدي. فهموها مليح، هذه السنة. السنة تبدأ بالرحمة ماشي بالعلم، تبدأ بالرحمة. وآتيناه من لدنا علما، آتيناه رحمة من عندنا، قبل كلش، قبل العلم. رحمة، لازم رحمة. الدين هذا مبني على الرحمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لازم رحمة. ما عندكش رحمة ما تدخلش في الدعوة. ما عندكش رحمة ما تقولش أنا دوك نوقف على المنهج هذا ونرد وكذا. عمرك ما تدخل. اقعد على جهة. اللي ما عندوش رحمة لا يصلح أن يكون إماما، اللي ما عندوش رحمة لا يصلح أن يكون طالب علم. الرحمة قبل العلم. الرحمة تطرد عنك الحسد، الغل، تطرد عنك الأنانية، تخليك تخاف على الناس، تخليك تبكي على العوصات يغيظوك، تخليك انت ترحم والديك، ترحم جيرانك. هذه الرحمة. تريد الدين في صورته الحقيقية. ما عندكش الرحمة ترجع لنا الدين أوامر يخافها الناس ويهابها الناس ويحاربها الناس. كي ما عندكش الرحمة يجي الدين من جهتك راح تقدمه لنا في طبق قاسي بزاف ما نقبلوهش. بصح كي تجي الرحمة ما شاء الله. شوف اللقطة اجتماعية إنسانية، سميها كما حبيت، لأنه هادو ناس فنانين في هذا الأمر هذا. النبي عليه الصلاة والسلام خذا بيد عمر، كي قودوا هكذا خذا بيدو عمر جات العاطفة، لأن اللمس يثير المكامن الأشجان. اللمس يثير ماذا؟ يثير كذلك العواطف والأحاسيس، يثيرها اللمس. ولذلك لما لمسه وشدوا بيده عمر بن الخطاب بالشعور بواحد الحميمية بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي. قال له: شوف، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. الله أعلم. صريح عمر بن الخطاب. قال له: أنا نفسي نحبها هي الأولى. قال له: بعد تجي نتايا ومن بعد موراك الناس كامل، أنت هو الأول. قالوا: أنت الأول. سمح بيعبر له على الشعور. ما نعبروش حنا على الشعور، نعبروش حنا كي تموت ويجوا يوقفوا عند قبرك ويقولوا هناك الناس ملاح، قولها له في حياته، ولا في الحياة اللي يمدحوه الناس نقولوا له ماشي مليح المدح، وحتى في وجهه التراب، نعرفوا غير هذا الامر هذايا. لا، المدح الذي لا يكون، اللي يكون فيه اطراء، المدح اللي يكون فيه اطراء، المدح اللي يفسد طبيعه الانسان، المدح الذي يدخل الغرور في الانسان ماهوش مليح، المدح اللي فيه زوج وجوه ماشي مليح ثاني. تعرف شكون المدح المليح؟ اللي يشجع الناس، يقول له: اقدم ما شاء الله، إن فيك خصلتان يحبهما الله، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله.